ايه الاخبار؟ بصوا، في موضوع مهم جدا لازم اتكلم فيه معاكم. المشاعر لا تناقش. في حاجه في سيكولوجيه البشر اسمها التعلق. التعلق ده للاسف ملوش علاقه بالحاجه حلوه ولا وحشه. فانا ممكن اتعلق بحاجه حلوه بتبسطني وبتريحني، وممكن اتعلق بحاجه بتاذيني، وعكس التعلق طبعا بيساوي الفراق. المشكله ان احنا في التصميم النفسي بتاعنا مبني على ان الفراق دوت بيساوي وجع. فرقت حاجه بتبسطني او بتاذيني، كده كده في حته انا بشتاق لها وبتوجع لفراقها. المشكله الثانيه ان الوجع دوت مش بيكون وجع عادي. ألم الفراق من أشد الألم اللي ممكن حد يمر بيه. ولما عملنا سيرفي على الناس وصفت ألم الفراق بكلمات تجهيلة، زي مثلا فقدان طعم كل شيء في الحياة، ألم مش مفهوم، الحياة وقفت، وجع في كل جسم ومش قادر أتحرك. هتيجي تسألني طيب ليه المشاعر لا تناقش؟ هقولك علشان كتير من الناس لما بيشوفوا حد انفصل بيقعدوا يواسوه بجمل زي مثلا اوعى تزعل نفسك، او اوعى تزعل عليه، ده ما يستاهلش دمع من عينك. فالكلام دوت بيحرم المتألم حق الشعور، حتى ولو الشخص دوت فعلا ما كانش مناسب، حتى ولو الانفصال دوت كان لازم يحصل. الألم لازم يحصل ولازم نمر بيه، بس هل في طرق ممكن تساعدنا نقلل من الألم ده؟ هل ممكن نقدر نفهم؟ لأن الأسئلة في الوقت دوت بتكون كتيرة وكبيرة. يعني أنا متأكد من قراري، بس إيه سبب الوجع ده كله؟ الوجع ده يروح إزاي؟ طب إزاي أكمل حياتي؟ طب إزاي أتعافى؟ فكل ده بنناقشه بالتفاصيل وبنشتغل عليه بحلول علمية وحقيقية بيقدمها لنا علم النفس من خلال مجموعة فيديوهات هنكون بنقدمها على القناة هنا. فيديوهات عن الوعي النفسي وازاي يكون عندك وعي نفسي وقت الألم، وقت التجارب الصعبة اللي انت بتمر بيها. فانت لو مريت بتجربة الانفصال فليك مني كل التعاطف والتفاهم لقوة الصدمة. ولو عايز تاخد خطوة فعلية تجاه نفسك فكل اللي عليك بس انك تعمل لنا متابعة، لان احنا نتكلم عن الوعي النفسي كتير الفترة اللي جاية. ولو محتاج ان حد يسمعك وتتكلم معاه هتلاقيني سايب لك كل وسائل التواصل بتاعتي في وصف الفيديو. ما تترددش انك تبعت لي في اي وقت من الاوقات. ما تنساش انك تشترك في القناة وتتابعنا. سلام.